مخبط في الدنيا كلها. هو انا كنت متغفل برضو فاهم في معنى النجاح يعني بصراحه. طب وانت ليه ما مش فاهم ما اتجوزتش يعني؟ يريدوها فاطمه فكلها علي. انت برضو مش عايز واحده فاهم بتطير وانت فاهم كهربائي سيليسيون، ما ينفعش. بس هو عادي ربنا قدر لي نجاح في حاجات تانية غير الموضوع ده. يعني الكومنتس ممكن تهزك؟ اوف كتير. الناس بقت تتدخل في الكومنتس في علاقتك بابوك وامك. ناس كتير قوي عايز تتربى. كومنتس مش هتغير لي معتقد. تحب تقول ايه لنفسك او تحب تقول ايه للناس يعني؟ جزء كبير قوي من الرضا انك تخليك في نفسك. تعمل كتاب جديد تقريبا وما خفي دائما من اعظم. دي مش بتستخسر النجاح شخص هو كانت شغلته حسام هيكل. ليه انت ناجح؟ المصطلح الجديد اللي هو عفن الدماغ. عفن الدماغ. انا لم اوفق في ان انا يبقى عندي الصاحب ده. بالعكس حسام هيكل سافر. لما بتبقى مش مستعد انك تمسك ارقام كبيره فجاه بتبقى زبون حلو قوي غلط. لكن انا طول ما انا ما طلبتش رايك انا مش محتاج اسمعه. كتير قوي بتستخسر المقارنه. يعني. مقارنه معلم. مساء الخير، انا صبحي مراد ودي حلقه جديده من ريتوكس باورد باي موليري. سيزون مختلف، سيزون 2. الجست بتاعنا النهارده واحد من اصدقائي المقربين الى قلبي، يعني حد اعرفه من اكتر من 14 سنه تقريبا، من ايام ما كنا شغالين سوا في الريل استيت. حد انفلونسر من المؤثرين في مجاله، من الناس اللي فعلا اثرت على جنريشن كامله في الفتره الاخيره. حسام هيكل. صباح الفل. ازيك يا حسام؟ الحمد لله. القعده اللي احنا قاعدينها الفورمال دي مش لاقي علينا خالص. نهائي. نهائي. طيب انا مش احنا خالص والله مش ما احنا. عامه احنا عايزين نعرف يعني سريعا. انا طبعا في ناس كتيره جدا، انت غني عن التعريف والله يعني يا مستر حسام، بس في نفس الوقت يعني عايزين بريف سريع كده. انت عشان انا عارف انت بتعمل حاجات كتيره قوي، قول لي كنت بتعمل ايه او بتعمل حاليا ايه بعمل ايه؟ انا حاليا بتعمل ايه؟ انا حاليا بزنس ديفلوبمنت كونسلتنت، ولسه ناقل السعوديه قريب، يعني بشتغل على اكتر من اندستري هناك، وبوزيتيف سايكولوجي كوتش. دارس علم نفس ايجابي ومعايا سيرتيفيكيشنز فيه، وبزاول هذه المهنه بس ببساطه شديده. ده دلوقتي لا قبل كده كان في بقى ريل استيت في النص حاجات بقى بسيطه، يعني عندي باند ميوزك باند اسمه هايكل، فاهم، بنعمل ميوزك ثيرابي، فاهم، بكتب، عندي كتب، فعندي كتابين والتالت هنشره الشهر الجاي برضو كده، يعني شويه حاجات بقى نعرفها في الطريق. هناخد طيب. احنا بالنسبه لريتوكس برضو انا عايز افهمك، احنا ريتوكس احنا بودكاست هو بيتكلم عن قصص النجاح الريليتد بالبراندز او بالريل استيت او بقصه نجاح رياليتي، يعني حد زي سيادتك، او يعني اوفرول احنا بنتكلم عن بالبراندز وعن قصص النجاح بصفه عامه اللي ريليتد بالبراندز او البراندز اونر. نيجي لحته ان انت راجل انفلونسر، فانت يعني انت اشتغلت على البيرسونال براندنج لنفسك، فانت اصبحت براند. فازاي الناس تعمل زيك؟ ازاي لو حد عايز يبقى انفلونسر، عايز يخش المجال ده، عايز يشتغل على نفسه، عايز يكبر، عايز يبقى حد زي حسام هيكل في يوم من الايام، يعمل ايه؟ وانا ما كانش ليا يعني خطه معينه، ومش هكذب عليك واقول لك بقى انا كنت 1 2 3 وكنت مخطط ومش عارف ايه والكلام ده. لا كنت مخطط نهائي خالص يعني. بجد؟ خالص نهائي. على فكره انا 36. انا لحد 32 ما مسكتش ورقه وقلم. فعلا. بس يعني مسكت ورقه وقلم دول اخر 4 سنين مثلا، اللي هو بقى ابتدي اخطط وكده، فاهم، اشوف. ومش خطط قوي برضه يعني خطط قصيره المدى، يعني انا برضه مؤمن بالخطه بتاعت السنه بس، لكن شايف نفسك فين 5 سنين وعايز تبقى ايه؟ لا لا لا. فبقول لك لحد 32 انا كانت الدنيا هي اللي فاهم بتشيل وتحط، فاهم، وبتجيب وتودي وبتفتح فرص، فبروح معاها ومش عارف ايه وكده. بس انا ما صنعتش قوي يعني. بس تجربتي مع لو هديك يعني جمله واضحه في صناعه البراند بتاع حسام هيكل، كنت انا زي ما انا قاعد معاك دلوقتي، هو لما تشوفني على الستيج، ولا تشوفني وانا بشتغل، ولا تشوفني وانا بجيب عيش، ولا تشوفني كل حاجه هو حسام هيكل، هتشوفه في كل حته زي ما هو. الصدق ده اعتقد واني كنت حقيقي قوي، ده ساعدني جدا ان انا انت كنت طول عمرك مميز اوصل للناس.
دي بقى شغل يعني. انا فاكر ايام الشغل وايام ما كنا بنشتغل مع بعض. انت فاكر احنا كنا مفرقين وشغالين مع كنا يعني بنشتغل. شخص عظيم، محمد صلاح له فضل طبعاً. علينا كلنا يعني. طبعا هو مدرسة خطيرة. طبعا. فكرة انك تشتغل مع مدير بيجرأك وبيؤمن بيك وانت لسه صغير بيشرسك. ويحطك في المدفع، فاهم؟ بيشرسك. بيشرسك بتشريس مرعب يعني. خرجنا شرس جيل كامل خرج آه. على ماركت الريل استيت. ما بص كلهم ما شاء الله دلوقتي سي اوز في شركات، وكلهم ماسكين ده الدنيا حقيقة. كلها، وانت كلهم. واحد منهم ما شاء الله. ف... فلا يعني اعتقد ان الص... الفرق ده بالطبيعي عندي، فاهم؟ ان انا عايز اعرف طول الوقت وعايز اتعلم طول الوقت، وما باخدش الجمله كده فاهم وابرك عليها وخلاص، لا اشوف سقفها فين في العلم، مين عمل زيها قبل كده. ده من زمان وانت شفت بنفسك ده لما كنا بنشتغل مع بعض. بشوف كتير. وده ما جاش دايما فيك برضه. حته كده لوحدك، فاهم؟ تعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس. يعني احنا كلنا نبقى ماشيين في دايركشن وحسام بيعمل حاجه تانية، احنا نبقى رايحين ستراكشر ورايحين نفتح في دبي وده بيقطع المول، وده فاهم؟ قاعد بتاع الناحية بيبيعوا بقى التانية شيرز. ماسك بتاع عمال يعمل ريستراكشر للشركه. لا انا فاكر حاجات كتيره. لا والله، بس طب ده كانت ده أيام رزق لذيذة. برضه. ده رزق يعني. ما الشغل برضه ان انا فاهم عارف ده اسمه ايه وقتها. اللي انا كنت بعمله ده ما اعرفش اسمه ايه. لا بس كنت بتسعى طول عمرك سيريز والله يعني ما شاء سعي. الله يعني. وربنا كان بيرزق برضه. زي اللي بيقول لك برضه انت ازاي الناس بتحبك، مالهاش يا ابني، ده قبول. طبعا. مالوش دعوه، فاهم؟ الناس بتحبك ليه؟ ما اعرفش. هل في ناس بتقول احسن مني؟ طبعا. في ناس اشطر مني في الصناعه؟ طبعا. في ناس اشطر مني تكنيكاليتي شغل البيزنس اكيد. بس هو ربنا مديني قبول، يعني فبيفتح لي فرص اكتر. وانا بحاول بقى بقدر المستطاع ان انا يعني اوظف القبول ده برضو ان انا اخدم الناس اللي مش معروفه يعني. طب سؤال بقى. احنا دايما زي ما بقولك بنتكلم عن النجاح. عايزين هنا نعكس حد بقى يتكلم الموضوع. عن الفشل والنبي يا جماعه عشان عايز مظلوم. اتكلم عن الفشل اللي اتحول لنجاح معاك. وده حاجات انا شفتها. يعني انا عاصرت شويه حاجات كده. انا طبعا ممكن ما كنتش قريبين في الوقت ده، بس كنت بسمع طبعا لان خلاص يعني كنت في الوقت ده انت في البيك بتاعك في البومينج. وفجاه بيحصل مشكله وريليتد بيك. يعني ممكن يعني لو حابب امنشن بس يعني يعني فيلتمي يعني. بس انت برضو ممكن تكلمنا انت احسن. ما دي مخاطر انك تبقى براند. براند يبقى انت شخصك، دي مخاطره. لذلك لما بيبقى في مشكله الناس بتثق فيك في شخصك برضه. يعني انت كويس 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 وعملت حاجه صغيره قد كده اهو وحشه، اذت حد حتى لو من غير ما تقصد، خلاص هو هيهدك كلك على بعض. مش هيقول بس ده وقع في الحته دي. دي مخاطر بقى، فاهم؟ الشهره ومعرفه الناس عنك باستمرار. هي فعلا كل اللي بيحصل الناس بتثق فيك فبتدي لك دماغها، بتدي تفكيرها، فبالتالي فهم ما بيتخيلوش ان انت ممكن ما تكونش قاصد. لا الناس للاسف الشديد بتبص للشخص المشهور والمعروف ده انه حاجه مقدسه، فاهم؟ قدوه، وتديله اسم اكبر منه بكتير. يعني هو شخص نجح وربنا اداله قبول وخلصت. هي دي المعادله من الاخر، فاهم؟ يعني في ناس كتير ناجحه بس مش معروفه. ده ربنا زود له في المعادله بتاعته ان هو بقى معروف، فاهم؟ واداله قبول والناس بتحبه. بس الناس بتتغافل عن ان ده بني ادم مش بناسوليك. ده في الاخر هيخطئ وهيصيب وهيعمل حاجات ضد، فاهم؟ معتقداتك، وهيعمل حاجات ماشيه معاك قوي بس مش ماشيه مع غيرك. بني ادم في الاخر يعني، فاهم؟ بياكل وينام، فاهم؟ ويخش حمام زيك، بيعمل كل حاجه زيك، فاهم؟ بس هما يعني الناس برضو التقديس ده وده للاسف بيتعب الناس يعني. وهم اللي بيتعبوا، خلي بالك، الناس مش طبعا. الشخص يعني. انا في الاخر انا بني ادم يعني، بحاول اشتغل على فكره ان انا افضل بني ادم. فبسامح نفسي وبطبطب على نفسي، ولما بغلط بعتذر لنفسي وبتاع. برضه بني ادم. كنت بتتعامل ازاي يعني لما يحصل هجوم بشكل في كيس بتاعت ريل استيت انا فاكر كيس كبيره في مصر يعني. هي مش ريل استيت بس والله يا صبحي، هي ريل استيت على صداقه، على فاهم، على خذلان علاقات، على فاهم برضو قله خبره، فاهم؟ في اداره العلاقه. لا فاهم؟ بس دي تحديدا عشان هو كان عامل بومينج قوي، شخص معين وبيبيع برودكت ريل استيت بسعر قليل قوي والناس كانت معرفش ايه. يعني اتعاملت ازاي في الوقت ده؟ اتهاجمت مثلا ان طبعا. انت سبب من الاسباب؟ طبعا. بس انا عارف ان هو الشخص ده يعني انا داخل كابيتال الشركه كله كان مشروعات ب90 مليون. في سنه ونص كابيتال الشركه كله بمليار و800 مليون.
دخلت بقى شراكات ومش عارف بنعمل ايه، حاجات ودخلت مالتي ناشونالز كومباني تيجي تعمل مستشفيات معانا بنفس الكونسبت، فاهم؟ اللي هي بلاش. شيرد ايكونومي، shared بيسموه في economy في بالظبط. الاقتصاد ده شيرد ايكونومي. shared economy. ف يعني عملت انجازات عظيمه جوه، بس ات ذا اند في ناس زي ما قلت لك قبل كده مش بتبقى جاهزه ان هي تنجح. ممكن تقول لنا ايه shared economy ده سريعا كده؟ الاقتصاد التشاركي اللي يعني هو غير قائم على ان يبقى في حد بينتفع اكتر من حد، لا احنا كلنا امبالرل، احنا الاتنين مع بعض. فانت كمقدم الخدمه وانا اللي بتلقاها، احنا الاتنين على ارض واحده. انت بتديني الخدمه وبتاخد الربح اللي سستين البيزنس، وانا باخد الخدمه بالسعر المناسب ليا، فاهم؟ ما بحسش فيه ان في اوفرلاب كبير قوي، اقدر اصرف على الخدمه نفسها بعد ما اخدها من عندك. بس ده اللي هو بيبقى بقى بسعر after رخيص sales. قوي. مش قصه، فكرته مش سعر رخيص قد ما هو سعر عادل وسعر مناسب. بس زي ما حد بيديك بتركب مع حد في الشركات النقل، اوبر، كريم، مش عارف ايه، دي الحاجات ديت، ده اقتصاد تشاركي. ان هو بيقدم لك خدمه العربيه بتاعته بدل ما تاجرها ب 1000 جنيه، لا هو هيجي يوصلك وعربيه ملاكي ونظيفه وشيك ومش عارف ايه وسعر عادل، بدل ما تركب تاكسي ويريسك عليك ويقول لك لا فين يا باشا بروح المشوار ده بقد لا مفيش الكلام ده، فاهم؟ لا انت عارف الخدمه ايه ورايح في عربيه ملاكي ونظيفه وبتختارها في سيرفيس، فاهم؟ ليفل واحد، في ليفل اتنين عايز لاكجري عربيه اشيك، ده اسمه اقتصاد تشاركي. فالموديل بتاع ريل ستيت ده كان قائم على نفس القصه دي. بس زي ما قلت لك في ناس بتبقى لما بتوسع منها قوي يعني ما طب وانت بتتخض. هو اتخض. يعني اتخض. انا لحد النهارده يعني ما اتكلمتش نهائي في الموضوع ده لحد النهارده، ولا لحد النهارده ولا كتبت حرف في الموضوع. لاني كنت مستني القضاء يفصل في الموضوع. هو فصل صح؟ القضاء فصل الشخص ده وقضاء فصل، وعليه طبعا احكام في حاجات مش عارف ايه، بس هو دلوقتي بيحاول يسوي مع الناس اللي اشترت منه ان هو دول هيساوي مع الناس دي كلها؟ بيسوي. وصل يعني اللي اسمعه سمعت إنه انه رجع وصل يشتغل لاكتر من تاني. 60% بجد؟ تسويات. وتشز حاجه عظيمه. انا كحسام بعيدا عن اي حاجه انا نفسي يسوي ال 100% ليه؟ عشان فلوس الناس. لكن هو كشخص بقى فاهم انا البيزنس اكمل فيها ولا لا، دي حاجه ترجع لنا يعني. لكن انا كحسام من جوايا لازم. حاولش يرجع يكلمك تاني؟ لا للاسف. هو ولو حاول رجع؟ والناس يعني نصحته يعني. بلاش. بلاش. ها؟ بس حقك علي ان انا سامحك، لكن مش من حقك ان انا اعيد تاني تجربتي معاك. بس حقك ان انا سامحك يعني. بس يعني انا بحس ان الموضوع كان كبير شويه، بس المهم ان هي يعني دي برضو قصه من قصص الفشل اللي احنا بنقول ان هي بتتحول لنجاح، او بنعديها عشان نعرف نكمل، عشان نعرف نروح، لان انت من بعديها برضو طلعت تاني وطلعت اكتر وطلعت اقوى. وصدقني نفعت القصه دي، نفعت كميه علاقات حواليا كانت هتبتدي تستارت مع بعض بيزنس، بس انا بقى وقفت في النص ازاي تظبطوها صح. وجنبوا بقى عواطف الصداقه، وجنبوا عواطف فهم أيوة. الاخوه. كلنا اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت منها والله الورقه والقلم. لو مع ابوك مع كامل احترامنا فاهم الاهل، لو مع ابوك اكتب، عشان هيطلع لك اخ يقول انا هورث في الحته ديت. لا يا معلم، ده انا اللي مشارك ابوك وانا اللي حاطط الفند وحاطط ابوك في كذا كذا، كله على الورقه والقلم. كله على من دي 1. لا ما كانش فيه بالحب، في عارف صداقه. انا شخص عرف. انا شخص جبار خواطر برضه فاهم يعني، معروف بالحته دي قوي. الله يرضيك. فلما احب حد بقى قوي كمان دعوتك. عشان الرضا ده اهم حاجه والله يا صبحي. فلما احب حد يبقى صاحبي هدعمه قوي بقلب. فيلا، فانا اكتشفت يعني بص الحاجه اللي نجدتني هي الحاجه اللي انا كنت زعلان منها اصلا. يعني انا زعلت ان انا ما توثقش الشيرز بتاعتي ال 7% اللي متفقين عليهم في الهولدنج كومباني. لو كانت اتوثقت كان زماني في السجل دلوقتي وانا مع كوك. سبحان الله يعني، دي كانت منحه في قلب المحنه اللي عديت بيها طبعا. بس اديند تجربه خلتني اي حد حواليا بقى بيجي يعمل بيزنس، لا ثانيه يا معلم، انت يبقى لكم مع بعض قد 200 سنه برضه ورقه وقلم. من دلوقتي مين هيعمل ايه؟ ده هيبقى لو هو ده هيحط فلوس ويمشي، يبقى انت عارف ان هو هيحط فلوس ويمشي من دي 1. عارف لان ساعات احنا بنيجي نعمل بيزنس مع بعض يقول لك يا عم ده ما بيجيش وانا اللي بوبريت كل حاجه. هو ده صح. انت من دي 1 متفق ان هو ما يجيش وان هو هيحط فلوس بس، كله على الورقه والقلم. طيب ويعني طب خلينا نخرج من الموضوع ده نروح على حاجه تانية. انت بعديها تقريبا
دخلت ممكن ما اعرفش في سبت الموضوع ده. كان في علاقه برضو تانية، بس ده حب او فشل او حاجه كده، جواز كانت أو نفس بتاع. ده. هي 2019 كانت سنه ما شاء الله تبارك جميلة. الله، ما اثرتش معايا في اي حاجه. جواز باظ، صاحب فاهم ده عمل المشكله دي وهرب 400 مليون جنيه كاش وانت في الوش. ورم على القولون. مشاكل داخليه في العائله، بيزنس برضو الاهل دخلوا فيه والناس ده صابت وبتاع، فانا مضطر اسد. فبيع بقى الشقق وبيع العربيه وبيع مش عارف، فتجردت. 2019 دي انا تجردت فيها، رجعت فاهم الصفر من مكان ما ده بدأت. كنت في اقوى وفي عز البيك ده وانت فوق قوي فاهم. كنا كلنا يعني كاصحابك يعني او كمعارف، كنا يعني فاهم، حسام اسمك كان على طول موجود في مجال الريل استيت بشكل قوي بسبب القصه دي. كنت على طول معانا، واحنا كلنا طبعا في نفس الاندستري بقى، سواء المولز او الباقي. كنا بنتكلم على الحته دي على طول دايما معاك. طيب وبعد خلينا نتخطى 2019 نعدي 2019 والنبي انا بحاول اعديها لحد النهارده. يعني خلينا نتخطاها. قول لي بقى انت بتعمل ايه؟ انا عارف ان انت بتعمل كتاب جديد تقريبا. ايه بقى؟ بص يا صبحي، وانا بعمل حاجه يعني، عشان لو عايز الخص لك انا بعمل ايه في الحياه. ايوه. انا دلوقتي شغال عند نفسي، بسمع اي صوت جوايا بعمله. عايز اشتغل الشغلانه الفلانيه هروح اشتغل. يعني انا مش من الناس برضو اللي بتقبل الشغل اللي بيجي لها، لا. انا لو عجبالي شركه معينه وانا عايز اخش اقدم لها سولوشنز، انا بذاكرها واحضر السولوشن وكل حاجه واروح اخبط عليهم. يا جماعه انا عايز اشتغل معاكم وانا بعمل كذا 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 كذا، وعايز اكون صنت في حته الفلانيه كذا كذا كذا. نفس الحاجه بقى في اي اصوات داخليه خاصه بهوايات. فعملت باند مزيكا من سنه اسمه هايكل ميوزك ثيرابي، بنلعب موسيقى علاجيه وكده. هو ده اللي انت نزلت عملت حفله؟ عملت حفله جربناها في ساقية الصاوي. جربت مع طريق باند نفس الفكره دي. بتعمل ايه بقى؟ وفكرته ان احنا بنقدم كونتنت مزيكا واغاني كلام مكتوب فاهم، وكلام واقعي جدا، وكلام بيحل مشاكل، مش بس اهات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، لا. بس في النص بيبقى فيه سمول توك تشرح لك الكلام ده، وبتهيئك تسمع السولوهات اللي في المزيكا عشان تعرف تسمع مزيكا صح. اسمها ايه؟ الباند اسمها هايكل. انا اسمي هيكل. هاي بالانجلش، هاي يعني سلام. وكل بالانجلش يعني عائله. بس صدفه يعني عملت ان هايكل دي فاهم. فيقول لي الاتنين اسم واحد. انت بتعمل انت التوك؟ انا بلعب جيتار وانا اللي بقول التوكس. بلعب جيتار وبغني كمان فرونت مان. طب عايزين لا انت فاتك كتير يا صوفي. انا حاسس ان فاتني كتير مثلا مزيكا. وعامل كتابين، بعمل الكتاب الثالث وان شاء الله ينزل يناير المعرض اللي جاي ان شاء الله، اسمه ناقصين ربايه. اسمه ايه؟ ناقصين ربايه. مين هم ناقصين ربايه؟ صحابي. لا كتاب برضو بيتكلم عن نقص التربيه في الصغر، يرفلكت ايه على الكبر. فالمدير السادي ده نقص ايه في الصغر فاهم، الشخص فرط الحركه والاي دي اتش دي مش عارف ايه ده نقص ايه في المتصل، العصفوره بتاع الشركه ده نقص ايه في فاهم الحاجات دي. بتكلم بقى تحليليه. انت عمال انت مخبط في الدنيا كلها. يعني وكل واحد هيعرف اسم نفسه يعني فاهم. كاتب ميم عين صاد الف. عملت كل واحد هيعرف نفسه صح؟ ايه؟ عملت كتابين قبل كده صح؟ المعنى في طريقي الاولاني. وده خد احسن كتاب ادب اعترافات في مهرجان الشرق، واتكرمت عليه من امير الشرق. والكتاب التاني من ملكه رانيا في الاردن اسمه الوصيه. وكان بيست سيلر ما شاء الله تبارك الله. برضو انا بكتب في حاجه اسمها ادب اعترافات، اللي هو انا مش بطلع انظر على حد. انا بطلع اقول لك مشكلتي وفاهم والحاجات اللي انا لبست فيها، وما تلبسهاش بقى بالشكل الفلاني، ودي ملامحها عشان وانت داخل لو لقيت الملامح دي اخلع. اعرف ان ده انت كده داخل على على حادثه. فده اسمه ادب اعترافات. وبس. فاي حاجه انا بحبها بعملها الفتره دي يعني. طب ما ده حلو، ده بيخليك تتخطى الفشل يعني. هي دي الفكره كلها، ده الهدف من اللي احنا بنعمله دلوقتي. انا كنت متغفل برضو فاهم في معنى النجاح يعني بصراحه. برضو فاكر النجاح تعمل فلوس، تركب احلى عربيه وبيت ومش عارف، بس انت من جوه فارغ برضو فاهم. وبعدين معنى النجاح واتس نيكست. بالنسبه لي دلوقتي لا، ادركت قيمه واهميه انك تعمل بيت بجد، وايا كان هو فين يعني شكله عامل ازاي، بس بيت اسره، وتحضر للجرادويشن بروجكت الخطير اللي اسمه عيال. بالنسبه لي ده اعظم مشروع في الحياه ممكن الواحد يقدمه بالنسبه لي انا. في ناس تانية ممكن تقيسه بشكل يعني ماشي بس فده ما هو ده برضو عشان يصنع له مقومات. فلازم انت تبقى شخص ناجح عشان تبقى قدوه لعيالك فاهم. لازم تبقى بتأمن فلوس كويسه برضو عشان
تعيشهم في الحاجات او تعلمهم التعليم اللي انت عايز تعلمه لهم، فبرضه عايز فلوس. عايز برضه تبقى مستقر، فاهم، بيتك وعربيتك وعربيه مراتك ومش عارف ده برضه عايز دخل، فاهم، عايز علم، ثقف نفسك. عايز حاجات كتير برضه. بس هو ده كل ده عشان يسيرف على صناعه البيت ده والاطفال ومش عارف الحاجات الحلوه دي. اللي بعتب يعني على الناس اللي هي عندها من حوالينا يعني اصدقاء يعني في ناس كتير وهاملين قوي الموضوع ده بشكل بجد يحزن يعني. طب وانت ليه مش فاهم ما اتجوزتش يعني؟ لم اوفق فقط يعني حاجه، بس لم اوفق في التجارب اللي دخلتها. ما هو الجواز مش بس انك تبقى مستعد فلوس، فاهم، ومستعد من نصك، فاهم، نفسيا يعني. لا الجواز اهل تؤهل الشخص نفسه، التوافق، فاهم، وفكره انك تتعامل مع الموضوع. التحضيرات كلها بتاعت الجواز تبقى حيطه وكنبه وفاهم ونيش وابويا وبتاع، وتنسى خالص ان في بني ادم فجاه تبقى تصحى كل يوم تشوفها في البيت دي، فاهم، الايرور ده تتعامل معاه ازاي، فاهم، اختلاف الثقافات تتعامل معاه ازاي. في حاجات اتخضيت منها كتير قوي في اخر تجربه. ما تحسبش قوي كده. لا مش انت برضو كل ما بتكبر كل للاسف غصب عنك متطلباتك بتزيد، تبقى عارف انت عايز ايه مش اكتر. بتزيد متطلباتك، لا بالعكس تخوفاتك بتزيد اكتر. بس بتبقى عارف انت عايز ايه اكتر. بتبقى ما هو من كتر ما انت عارف، فانت برضو عارف ان عشان تاخد ده ما انت لازم يبقى عندك كده. اذا كنت خوفك ان انت تكمل، اذا كنت تريدوها فاطمه فكلها علي. انت برضو مش عايز واحده، فاهم، بتطير وانت فاهم كهربائي سيليسيون، ما ينفعش. لازم في الاخر تبقى برضو حاجه كويسه. ايوه بس يعني فهي ليها تفاصيل يعني كده جميله يعني. هي ممكن تمشي حسام لو انت ما حسبتهاش يعني. انت بقالك كتير قوي بتحسبها يعني. لا والله لا خالص، بالعكس انا حاولت، بس هو عادي ربنا قدر لي نجاح في حاجات تانية غير الموضوع ده. هو برضه مش بقول لك الارزاق برضه كومباينيشن، تاخد حته من هنا وحتتين من هنا. فالحتتين ثلاثه، فاهم، خدتهم، فاهم، في قبول وشهره وناس، وحته خدتها في فلوس، حته خدتها في ستر اهلي، وحته خدتها في علاج مرض صعب ويتعالج الحمد لله وعدي منه، حته خدتها، فاهم، في ستر مشكله كبيره قوي في شغل. فممكن لما اوفق بس في وضع. طيب على سيره الفلوس بقى، تقول ايه بقى؟ في شباب كتير قوي صغيرين، جين زي تحديدا، في ناس قاعده معانا منهم اهو، ممكن يعمل براند، لوكال براند لبس، مش عارف ايه، ينجح بسرعه قوي قوي، يمسك فلوس كتيره، وده مش وقته، مش في ميعاده يعني. او بتقول ايه اللي بيمسك فلوس مش في ميعاده؟ ده بيحصل وبيحصل دلوقتي وبيحصل كتير. لما بتبقى مش مستعد انك تمسك ارقام كبيره فجاه، بتبقى زبون حلو قوي للغلط، خصوصا لو انت الثوابت بتاعتك مش واضحه. ثوابتك دي اللي هي معتقداتك، فاهم، ودينك وتربيتك لو مهزوزه، وانت واحد فاهم اللي هو صوته من دماغه ومطلوق في الشارع، واصحابه هم اللي بيحددوا كل حاجه في حياته وكده، فاهم، وفضفضه العشوائيه يعني، فاهم، اللي هو لم المدعوس على خيب الرجا يعني. اتنين ضايعين بيستشيروا بعض، انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ فلما بتمسك فلوس فجاه وانت مش مستعد، بتبقى عشوائيه، تبقى طموحاتك كلها فيها قصيره المدى. العربيه عايز مش عارف تغير لبس، عايز مش عارف تجيب موبايل جديد، عايز مش عارف تبقى ايه، ما بتبصش على حاجه لقدام. ما غير اللي بيجيب الفلوس واحده واحده، او اللي بيبقى تعب عليها قوي. ممكن واحد يتعب 3-4 سنين مره واحده ياخد فلوس. ده ما اسموش مره واحده، ده هو بس العوض بتاعه تاجل شويه. لكن فكره ان انا، فاهم، اعمل لي فيديو يطرى على التيك توك، فهوب براندز تيجي لي بقى، تيجي تعلن عندي ومش عارف ايه وكده، وانا افضل في نفس الاريا بتاعت، فاهم، الكونتنت بتاعي، ما بطوروش ما بغيروش، ما بشوفش انا شخصيتي هتتاثر ازاي، فاهم، بالشهره، فاهم، والكومنتس واراء الناس اللي فجاه بتتدخل. الناس بقت تتدخل في الكومنتس في علاقتك بابوك وامك. انا مش فاكش بتنزل صوره على ابوك وامك، انت مالك؟ مش فاكش بتنزل صوره مش عارف لاختك، ما بتتكلمش على، ايوه انت مالك برضه، فاهم. يعني الناس بقت تتدخل في ادق حاجات انت ما تتطرقش ليها اصلا، فده بيخوت. فما بتخش البابل بتاعت الشهره دي فجاه، والناس كلها بتقعد تدي رايها فيك، غصب عنك مهما كنت متزن بتتاثر. يعني الكومنتس ممكن تهزك كتير. الزن يا باشا. في بيت شعر جميل قوي بحب، بينفع في لما بتيجي تصطاد حاجه جديده حلوه، لك طرقت الباب
حتى كلمتني. فلما كلمتني فاهم يعني ايه؟ لا. تركت الباب تاني، حتى أيوة. كلا يعني تعب. متني اللي هي ماشي. الحته دي. أيوة. كتر ما تركت الباب فاهم ده كلمتني. وجعتني. فلما كلمتني لما تعب لما قوي ده دراعي وجعتني. هي كلمتني. الزن مين اللي كاتبه ده؟ السند ده والله مش فاكر المتنبي ولا حلو، مين. حلو. لا. جميل قوي يعني. في تريكات وستايل حلوه كده. الزن. انا لو كل يوم اما بتشوفني اقول لك على فكره محتاج تخس، على فكره انت جسمك حلو مناسب لشكلك ومناسب لكل حاجه وتقطيعك كل اللي محتاجه بس هي رسم فورم. ودي مش ضروري، مش لازم كلنا نبقى ابطال كمال اجسام في الشارع يعني وكلنا عاملين كده، لا. بس كل يوم اما اقول لك كده غصب عنك مهما كنت محاط بناس تانية حلوين بس بتشوفني انا كل يوم بقول لك نفس الكومنت، انت هتيجي تقف قدام المرايه ايوه، هتشك، هتأثر فيك. هتشك وهتأثر. فما بالك بقى مئات الكومنتس اللي بتعلق لك على حاجه، فاهم انت ازاي؟ فاهم نشوفك بتحضر دروس دين وبتلعب مزيكا، انت ازاي مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه؟ اكيد الكلام ده بيأثر فيك. لو أثرت فيك غيرت حاجة بسبب حاجة من الحاجات دي قبل كده؟ بجد؟ لما بلاقي نفسي غلط برجع بصراحه. لا يعني في حد فضل او شويه ناس فضلوا عاملين ستريس على بوينت معينه خلوك تغيرها؟ الكومنتس مش هتغير لي معتقد، بس لو هي الكومنتس دي كتير، النقد الكتير ده كان فعلا في فاليد بوينت، لا هغيرها مش هكابر. لكن ما حدش هيخليني فاهم اغير معتقد عندي ليه؟ لا. عشان كده انا القرار اللي اتخذته مؤخرا اخر كام سنه مش هقرا حاجه اصلا. هو ده يا جماعه، ده اللي انا عايز اقوله وقلته وسلام عليكم. حاجات معينه هي اللي بنزلها وببقى بقول للناس فيها قولوا لي رايكم. لكن انا طول ما انا ما طلبتش رايك انا مش محتاج اسمعه ومش محتاج اقراه. ده في المطلق بقى، انا عايش بالموضوع ده عامه يعني. بس يعني انت بتعمل حاجات كتير قوي فعلا تخليك الناس تبص لك وتقول اراء عكس بعض. بس هو مش مهم طبعا، انا عارف ان كل واحد حر في اللي هو بيعمله، بس برضو انت فعلا بتعمل حاجات محيرة شوية. مش عارف هو ممكن تكون مشكلة فين بين عند الناس، هي مش مشكلة عندي. المعتقدات بتاعت الناس الفكرة لا اللي بتشوفه انا ظاهر كلي على بعض، ظاهر كلي. انا كل ما فيا هو ده اللي ظاهر للناس كله على بعضه. كل اللي بعمله هو يعني طب زي ما بقول لك اللي بحكيه لك هنا هو اللي لو واقف صدفه على الشارع مع حد، هو اللي لو في بيزنس ميتنج قد كده تيبل فيها 12 بني ادم بدل، هو كل ده حسام، هو يبقى هو واحد. الفكره كلها ان الناس بتطلع حتت، فمش ذنبي بقى ان الناس بتطلع حتت منها وتقطع فيه وتداري الباقي. وما خفي دائما كان اعظم. في واحد كان عايش عليا فبس سنه انا اعمل اي كونتنت هو يطلع يعمل قصاده، يطلع فاهم يصد فيا بقى، ما بيعملش حاجه غير كانت شغلته حسام هيكل، فاهم ماسكني انا بس فعلا؟ بعد السنه دي مع يعني الموضوع وصل لسنه واتقابلنا صدفه في مطعم. وكنت في ديتي انا وقتها يعني طالع ديت فاهم مش شايف بقى مش عارف ايه وكده، هو كان موجود. فحسام اول ما شاف حسام ازاي اعمل ايه عارفني؟ قلت له طبعا عارفك، ازاي ما اعرفكش؟ ده انت مديني حاجه جميله قوي. قال لي ايه؟ قلت له انت مهتم بيا بشكل قدوه يعني لما عاوز حد يهتم بيا هقول له شوف الكونت بتاعك قد ايه انت مركز معايا بالشكل الجميل دوت. ما فكرتش ليه بره تسالني على اي حاجه من الحاجات اللي انت بتنتقدها دي وتسمع مني انا؟ قال لي لا عشان كل المشاهير بيقدموا حاجه وحاجات. قلت له لا يا عم ادعوك انا تعالى اقعد عيش معايا يومين ثلاثه، انا عايش لوحدي، تعالى شوف حياتي شكلها عامل ازاي زي ما هي. طب لا نقعد نتكلم. خلصت واتقابلنا بعد كده يعني فاهم، قعدنا 4 ساعات والله العظيم يا صبحي، 2.5 ساعة مثلا منهم. عنده مشكله معاك شخصيا يعني ايوه انت ليه ناجح اصلا يعني؟ ده العنوان بتاع مشكلته معايا، ليه انت ناجح؟ ليه انت؟ ليه مش حد تاني يعني مش حد تاني من الشاطرين في المجال؟ في ناس بتستخسر النجاح شخص اللي قدامها. هو ناكر النجاح على شخصي. بس ده انا بقيت بشوفه كتير قوي. لا وده بقى صعب يعني ده بقى صعب قوي. كتير قوي ناس كتير قوي بتستخسر في المقارنه يعني. مقارنه معلم. انت عارف الجمعيه الامريكيه لعلم النفس بتطلع كل سنه مصطلح يسموه مصطلح العام. عارف السنه دي طلع المصطلح ايه؟ عفن الدماغ. مصطلح السنه ده بيوصف ايه يعني؟ ايه العرض ده؟ ايه عرض اضطراب عفن الدماغ ده اللي هو ايه؟ ان المخ بيتعرض لحاجات كتير قوي ومش قادر ولا يفلترها ولا يدي فيها رأي. ازاي؟ انت ما بتقعد في مثلث برمودا اللانهائي، ما بتمسك الانستجرام على الريل صح؟
ريلز. شوف ريل لفاشن فاهم اعلان، هوب بعديه نصيحه للشعراوي، هوب بعديه وياه بتاع تامر عاشور الجديد، هوب بعديه فاهم كيف فاهم ازاي تعمل فاهم عجينه كيكه البرتقال، هوب بعديه فاهم ترجع تاني على احسن رقاصه في العالم، هوب بعديه على عربيات. أيوة أيوة. بتتعرض دماغك لكميه فمخك مش اضطرابات. قادر، وما بيديش ولا ليك سلطه انك تدي راي فيها، بس مضطر تشوفها. فده بيعمل ايه؟ lack of communication، بيخليك عندك عدم استجابه واضحه وحيه. فاحنا المصطلح الجديد اللي هو عفن الدماغ. عفن الدماغ، اللي هو تلتين الارض عندنا دلوقتي عفن الدماغ. طيب احنا انا شايفك سبت مصر ورحت السعوديه خلاص، تقريبا بتستقر هناك. ان شاء الله. طيب خلاص بنقل كل حاجتي وحياتي هناك. ليه بقى؟ خطوه جديده ولا انت ناوي بقى تحقق نجاحات هناك؟ يعني بقى انا بص، ناوي يعني اصل انت يعني مش يعني زي ما كنا بنقول، لا انت قدوه للشباب. في ناس بتبقى عايزه الشابين اللي كانوا قاعدين هنا دول عارفينك وقاعدين بيسمعوك. ف واحد منهم لو شافك سافرت مش هيتأثر؟ لا ليه؟ يقول لك ده بالعكس حسام شجعه. هيكل سافر، لا ما هو بص، ما انت برضو ايه يعني، راجل عامل 10,000 حاجة هنا وسافر. ما هو ده هيرجعنا برضو لنفس الفكره. هو انت يعني بتتابع حسام هيكل كوبي بيست، ولا حسام هيكل بيلهمك؟ في فرق كبير. ما انت عشان كده بتتهاجم. في فرق ان حسام هيكل انت بتعتبره مصدر الهام، ولا قدوه عمياء اللي بيعمله هعمله. الهام يعني هو حسام عمل كده بقى، عمله في السعوديه، عمله في الهند، ينفع معاك هنا، ينفع معاك في حته تانية فاهم، ايا كان هو بيعمل ايه فين. لكن لو واخده انت بالعمى، فانت حسام لو جاي يخيش في الحيطه انت هتحس ان حياتك باظت، لان انت بنيها على حسام مش بنيها على شخصك. فخد من حسام حته معينه في المثابره مثلا، انه فضل فاهم بيرسيستنس، فضل مصر على الحته الفلانيه. حسام مشهور بالحته دي، حسام مشهور انه مهما جاله حد ما بيردوش، جبر الخواطر فاهم. خد منه الحته دي، سيب بقى الحته اللي مش عاجباك بتاعت فاهم مثلا وايه مزيكا بتاعت مش عارف ايه ايه بتاعت ايه ايا كان. خد حتت، خد اللي تحبه، او خد اللي انت يعني عندك ليه باشن او شغف. خد حتت من الناس. انا ما عنديش وبعدين انا السعوديه من زمان عايز اروح، لان انا 2017 زي ما انت عارف سافرت مع احمد الشقيري كامب بتاع احسان كامب. فعادي اصدقاء 15 واحد ما شاء الله تبارك الله، سعوديين الله اكبر عليهم، شاطرين جدا وكوادر رهيبه يعني في السعوديه. بتعمل ايه بقى هناك؟ فانا بعت لهم فجاه يا جماعه انا عايز اجرب كده. عمري ما جربت بقى احساس الغربه في المطلق ده فاهم، مع ان انا هنا في غربه خد بالك. انا اهلي من اسكندريه وانا عايش 16 سنه لوحدي في القاهره هنا، 16 سنه لوحدي برضه في القاهره، كايند اوف غربه. فعايز اجرب بقى، قلت لهم يا جماعه انا جاي عايز اعيش، بس عايزكم انتوا قبل اي حاجه. والله العظيم ساعه ما رحت يا صبحي اهم قعده الثلاث اللي بنتم فيها كلنا، ببني بقى اصحاب من جديد. فبدي وقت كل يوم ثلاث، هو كل يوم ثلاث بنقعد كل يوم ثلاث بنتعشى مع بعض وبنقعد. اما اجي لك الثلاثه مش هجي لك. فبتعرف من جديد على يعني ايه صحاب بقى فاهم، وبيتعاملوا ازاي وبتستثمر فيهم ازاي. فكره ان اي حد فيهم عايز اي حاجه بساعده في المطلق، وبشترط عليه من الاول ان احنا مش هنشتغل مع بعض. انا ممكن اقعد اشقلك على البيزنس موديل بتاعك ده فاهم 3 4 شهور ما عنديش مشكله، بس مش هنشتغل مع بعض عشان عندي اكسبيرينس مش احسن حاجه في الشغل مع الصحاب. فبراكتس بقى الصحوبيه على نظيف، لان انا ادعي ان لحد النهارده انا لم اوفق في ان انا يبقى عندي الصاحب اللي بيقولوا عليه يعني فاهم في الكتب الخل زي ما بيقولوا كده. لا بس يعني في ناس كتيره ممكن انت مثال انت، بس انت وقعت في شويه كده كانوا يدوا لك المثال ده يعني. لا برضه خد بالك بحاجه، غصب عن بعض الناس كانت مصلحه جايه قوي معايا، لان الوقت كان بيتطلب كده اللي انا فيه فاهم. انا واصل لاماكن معينه، واصل لعلاقات قويه قوي معينه، واصل لمعرفه معينه مش عارف ايه في بعض الاندستريز. فشيء طبيعي اي حد بيدور على التطور فيشوف حد زي ده يحاول يستفيد منه طبعا. بس الفكره كلها بقى في ايه؟ انا ما عنديش مانع ان انت تستفيد مني، وما عنديش مانع ان انت تبقى عايز مني حاجه وهتمشي بعدها. بس قول شكرا وحافظ على سيرتي لما تمشي. لما تيجي سيرتي قدامك قول الخير اللي عامله معاك، ما تسكتش. لان انا اكبر خذلان انا تعرضت له هنا مش اللي اذولي، اللي سمعوا النقاشات فاهم ونقل الكلام الغلط المغلوط غير حقيقي وسكتوا.
وبتيجي فاهم انت تقابلهم صدفه بعد كده يروح قايل لك ايه، اه والله يبقى الكلام كان داير قدامي بس انا سكت ما بتكلمش. سكت؟ طب ما كنتش عايزك تقول اي حاجه ولا تنافق ولا تمدح فيا، قول بس انا عملت معاك ايه. فهل ده يطابق اللي انت بتسمعه؟ لا طبعا. ف... فده بالنسبه لي دول اكتر اهم من الناس المؤذيه. ماشي بص، يعني احنا لو قعدنا نتكلم انا ممكن اقعد اعمل معاك بقى بودكاست ده 20 ساعه يعني، لان احنا عندنا حاجات كتيره بقولها وعندي بقى شويه حاجات كده عايز اقعد اتكلم فيها. بس يعني احنا اكيد هنعمل حلقه تانية بعد الكتاب ان شاء الله. ناقصين رباية. ناس كتيرة عايزة تتربى، دي حقيقة ناس كتيرة جدا محتاجة رباية يعني. هو هدفه الرئيسي ان هو يهايلايت على الحاجات اللي جيلنا احنا، جيل الثلاثينات ده اللي هو اواخر الثمانينات اوائل التسعينات لما بيجوا يربوا. خلي بالكوا بقى من تفاصيل معينه ظهروا في البيت كتير. العيل وهو صغير تعرف ان في ريسيرشز عن تربيه الاطفال اول سنتين، عدد الاحضان اللي بيحضنها الاب لابنه او بنته هما لسه لحد سنتين، دي بتشكل يعني بعد سنتين ما تقدرش تشكل تاني. بتشكل نسبه الرحمه فيه هتبقى عامله ازاي، هتبقى قد ايه. ده حنين فاهم؟ فانا بركز بقى في دي اخلاقيات بقى، فاهم؟ الممارسه، سؤاله عن الجيمز مش عارف ايه، شاركوا في هواياته، ابتدي يشاركوا في موضوعات كبيره، فاهم؟ يعني اظهر في بيتك. يعني في ناس اعرفها ما شاء الله تبارك الله يعني بتشوف عيالها بس فاهم فيديو كول وهو معاه في نفس البلد، فاهم؟ ولا لا ما انا عارف بشوف صور وهو بيتمرن، فاهم؟ يا بص يا ابني بيلعب ايه ده، انت وصلت لايه يا ابني، واخد تاني جمهوريه وانا ما اعرفش مثلا. لا والله. انا بشوف نماذج من دي كتير. فانا فقد الشيء بقى انت فاهم بيعطيه قوي. فانا عشان الموضوع انا من زمان نفسي اعمل بيت، فقلت طب ما احط بقى في كتاب ايه اللي كان المفروض يحصل وايه اللي كنت هعمله، يمكن اللي عامله يعمل حاجه بيه ان شاء الله. ان شاء الله تكسر الدنيا زي ما بكسر الدنيا في كل حاجه كده. حس براند زي ما انت قلت، براند يس. يعني انت عامل لنفسك بيرسونال براندنج، والبراند رحله برضه زي يعني بيرسون براند هو زي برضه مطعم زي كافيه طبعا يطلع فاهم، أيوة وبعد كده يطلع له كومباتيتور يغطي عليه، فانت بتحاول تمبروف وتطور من فتشغل نفسك. اداره الار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت، فاهم؟ فمش عارف ايه، طب انا اعمل ايه جديد، طب انا تحسن ما الكاستمر اكسبيرينس، تعامل مع الناس ازاي، تاخد فيدباك الناس، هي برضه هي ايوه يعني انت بتتعامل مع البروفايل او مع نفسك ان انت كبراند. فانت بس ايه اللي اعرف اعمله يا جماعه انا هعمله. انا بغض النظر انا مش مستني من في مش ناس مستني اللي رأي بتقول حد. لك ايه، انا والله عندي كلام بس أنا مش عايز اطلع اتكلم، ما بحبش انا جو مشروع. خلاص اتنيل بقى، ما تقعدش تقول ان انت عايز تظهر ولا مش عارف ايه، اتعلم اقعد اتكلم. بس برضه فكره اطلع خلاص ما تنظرش على حد، اطلع اعرض التجربه بس صح. ما تقولش ايه الثلاث طرق فاهم للمحشي والاربع طرق فاهم للنجاح وعمل اول $1,000,000 اللي هو ما عملهمش. ما تقولش كده، لا اطلع قول والله اللي انا بعمل 1 2 3 الفتره دي، انا دلوقتي بدات كذا 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 ويا جماعه نجح معايا. وده مش قاعده في المطلق ان كل ما هو بعد القران في كلام. اي حاجه بعد القران فيها كلام مهما كانت ناجحه. يعني اللي قاعد يقول لك فقد الشيء لا يعطيه، واحنا مصدقين قوي سنين عمر ليه؟ مين برضو اللي قال؟ انت لسه قايلها فقد الشيء يعطيه قوي. لا يعطيه، طلع بيعطيه قوي على يعني. فكره، طلع بيعطيه قوي وحلو قوي، فاهم؟ طيب عايزين بقى ايه اخر سؤال بقى، حته بقى ايه سينمائيه. حسام هيكل تنصح نفسك بايه السنه الجايه، او تنصح الناس بايه، او تحب تقول ايه لنفسك، او تحب تقول ايه للناس؟ يعني حاجتين، حاجه ليك وحاجه للناس السنه الجايه، بما ان احنا خلاص احنا في اخر السنه والحلقه دي لما تنزل ان شاء الله تنزل في اول 25، فاحنا عايزين نعرف بدايه السنه كده. ادي لنفسك هوب كده، اعتبره عيد ميلادك. خلينا نبدا بالناس الاول عشان مفيش حاجه هضراني لحسام بشخصه، لان حسام عنده حاجات كتيره وبيفكر فيها. بس للناس اقول للناس خليك في حالك، ويعني اسيب الاختصاصات اللي هي بتاعت ربنا لربنا. فمالكش دعوه مين رزق بايه ومين خد ايه ومين قاعد على كرسي ايه ومين ماسك فلوس ايه ومين راكب ايه، مالكش دعوه. وربنا ده مقدر له كده يبقى ده حقه. انت عندك مشكله بقى مع ان انت مش زيه، اشتغل على نفسك. ما ادكش ربنا برضو خليك في حالك، لا تقارن ارضى. ولا تحط نفسك، ما تقارنش. يعني ما هو الرضا برضو خلي بالك، عمر بن الخطاب يقول لك ايه، اذا لم ترضى تراضى حتى ترضى. انت لو مش عارف ترضى ازاي، مثل ان انت راضي هترضى. فجزء كبير قوي من الرضا انك تخليك في نفسك. انا النهارده عامل ازاي، زي الفل، بكره هعمل ايه، لما اقصر مع نفسي ابقى عارف ان انا قصرت مع نفسي.
لان برضو الناس زي ما بتقارن، يعني برضو ما بتقعدش بينها وبين نفسها طب ما انا اللي ما رحتش قدمت، طب ما انا ما جات لي فرصه كذا وما عملتش. طب لا، ما بيقولش لنفسه بيلوم الصوت ده، نفسه. ما بيقولش لنفسه الصوت ده، لا ده بيروح يقول لا بس ده بص جات اشمعنى له على هو ده الطبطاب، وصل كده؟ ده جات له على الطبطاب يا عم، بص صبحي هو عم بيعمل بودكاست ومش عارف ايه وكده، وانا كنت في الشركه انا اللي كنت بدي تريننج اورينتيشن للناس، وانا اللي بعرف اتوكتف وبتكلم ومش عارف اشمعنى صبحي. قدره كده ورزقه كده وتركيبته عند ربنا، المعادله بتاعته كده، مالكش دعوه. لان على فكره في ايه صريحه، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. انت مؤمن بربنا بس بتمارس الشرك في ايه؟ انك شايف ان الواسطه هي اللي حطت صبحي في المكان ده، شايف ان فاهم فلان هو اللي زق فلان مش عارف ايه، مديري هو اللي يتحكم في ترقيتي، امي وابويا هم اللي يقولوا فاهم انا اتجوز ولا لا، مش عارف. كل ده شرك خفي. فخليك في حالك، مالكش دعوه خليك بحد، في حالك. خليك في حالك ومالكش دعوه بحد. ماشي. اقتدي، لا تقارن، في فرق كبير قوي. اقتدي بالناس لكن ما تقارنش. خد من عند صبحي فاهم حسن المقابله بتاعته، فاهم كاستمر اكسبيرينس الجميله اللي بيقدم، الفولو اب بتاعه الجميل، بيبقى عنده حاجه ولا بروجكت زي ما انت بتعمل بقالك يومين. خد من عنده حسام فاهم الجري نفسها بتاعت وتقع وتقوم دي، فاهم وتقع وتقوم، طب بيعمل بيلهي نفسه ازاي، طب ايه الاكتيفيشنز اللي ممكن يعملها عشان يتخطى. اقتدي لكن لا تقارن، يعني ما تحطش نفسك في دي معادله. للناس بقى، ليك اه ليك انت بقى ايه نصيحتك لنفسك؟ ايه بقى السنه الجايه؟ انت عندك حاجات كتير قوي، قول لي حاجه واحده او قول لي طموحاتك، او انا عايز اعرف حاجه انت محددها لنفسك السنه الجايه، حاجه واحده. وانا السنه دي حاطط لنفسي ارقام واضحه وصريحه يعني في البيزنس بعملها ان شاء الله، ان شاء الله. ودي بيزد اون بلان كده معينه ريليتد تو الحاجات اللي بشتغلها. وحاطط لنفسي ان انا السنه دي اجرب لاول مره في حياتي، يبقى السنه كلها انا بحاول احافظ على اتزاني النفسي. فخليني هقول لنفسي ايه حلو، اني افكر نفسي دايما اختار هقعد مع مين وهقضي وقت مع مين، بس عشان ده اهم حاجه عندي في الحياه وقتي. ده لا فافتكر دايما يا حسام يا هيكل، هتقعد مع مين، هتقعد مع ليه، حتى لو قعدة سف وهري هختار برضه، هحاول اختار برضه احاول اختار السيف مع والله بجد. ايوه فاهمك، عشان ما اقعدش اسف مع حد فاهم أيوة. يعني اللي بقعد معاهم دول يقعدوا يقول لك بس روسيا المفروض تعمل، يا عم روسيا انت ما طلعتش بره مدينه نصر، مالك بقى بروسيا واللي بيحصل والليله فاهم، ويقعد يكئبك ويحسسك ان العالم بيولع من حواليه وهو فاهم ما طلعش بقول لك في بره مدينه نصر. فبس احنا خلصنا. انا مبسوط جدا 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 والله، وبس انا حاسس ان انا عايز اتكلم كتير قوي، بس تقريبا المكان هيقفل علينا خلاص. فانا مبسوط قوي والله. والله مكان جميل، والله مكان لذيذ حلو قوي والقهوه جميله. عايزين يعني نشكر موليري على استضافته لينا في السيزون ده، ودي سيزون واز باورد باي موليري. والحلقه دي كانت حلقه جديده من ريتوكس مع حسام هيكل، وشكرا.